بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منتخب مصر على موعد مع أسود الترنجة إن شاء الله يوم الأربع 18 يناير الساعة 6 مساء. طبعا بعد التألق الكبير جدا في مباراة الكوت ديفوار، واحنا اتكلمنا بسرعة عشان كان معانا أخبار كتير جدا تخص النادي الأهلي، لكن عايزين نقف برضو على بعض الحاجات اللي كانت في المباراة. يعني كابتن الشناوي كان غير موفق في المباراة، طبعا مباراة للنسيان بالنسبة لكابتن الشناوي. أحمد فتوح كان حظه وحش جدا في الكورة اللي دخل بيها جوه المرمى. تألق كبير جدا لرامي ربيعة وياسر إبراهيم وحسام عبد المجيد. حسام عبد المجيد كان في الأول كان نازل خايف كده ومهزوز، بس الحمد لله وقف على رجله، وما شاء الله ما شاء الله كان حاجة جميلة جدا في خط دفاع منتخب مصر. إمام عاشور، طبعا قبل ما نقول امام عاشور عندنا حمدي فتحي ومروان عطيه ما شاء الله كانوا سادين قصاد لعيبه خط نص منتخب الكوت ديفوار. انا قلت لك قبل المباراه ان اللي هيكسب معركه خط النص هيكسب الماتش. ما شاء الله ما شاء الله حمدي فتحي ومروان عطيه كانوا لامين الدنيا بشكل كبير جدا، وكان ما شاء الله يعني صدادين على اعلى مستوى. محمد هاني وفتوح، انا قلت لك الباكات مش شطير في الماتش ده، انك هتلعب على التحولات الهجوميه مش هتلعب على عرضيات ولعب مفتوح والكلام ده، انت هتلعب على الهجمات المرتده او هتلعب على الهجمات العكسيه. فالحمد لله اثمرت. امام عاشور كان نجم المباراه الاول. اي حد يطلع يقول لك كلام غير كده قول له انت ما بتفهمش حاجه. امام عاشور نجم المباراه الاول، كورتين اسيستين ما يعملهمش غير لعيب كبير جدا، لعيب مهاري، لعيب عارف هو بيعمل كويس. واحده لمرموش هدي وتقل على الكوره لحد ما مرموش لف وشه وقطم على جوه، لعبها له ومرموش دخل مع المدافع وحط رجله وحط جسمه وخد الكوره بشكل كويس وراح انفراد وحط الكوره في المرمى بمعلمه. الهدف الثالث امام عاشور بوش رجله الخارجي، حته كده من بتوع ابو تريكه بتاعت زمان اللي كان بيمتعنا بيها ابو تريكه. وش رجله الخارجي عدت 2 مدافعين، محمد صلاح قابلها برضه بوش رجله الخارجي في الحته اللي بعيد عن حارس المرمى برضه وحطها بمعلمه. كانت مباراه كبيره قوي للكابتن حسام حسن. برافو 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 ان هو عارف يقرا المباراه كويس. احنا قلنا ماتش بنين كان مشكله كابتن حسام ان هو ما كانش قاري منتخب بنين، ما كانش عارف يضرب منتخب بنين فين. احنا قلنا منتخب بنين كان ضعيف في الكرات العرضيه، فكان المفروض يستغلها كابتن حسام حسن، بس كابتن حسام حسن قدر يقرا منتخب الكوت ديفوار كويس، عارف ان منتخب الكوت ديفوار اجريسيف في الهجوم بيخش ويضغط. اسود الترنجة غير منتخب الكوت ديفوار. منتخب السنغال ما بيضغطش امامي بشكل كبير، بيبدا يضغط من قبل خط النص بحاجات بسيطه قوي، ما بيندفعش في الضغط. ولو حد اتفرج على ماتش مالي والسنغال هيعرف الكلام ده. منتخب السنغال متميز بان هو عنده صلابه دفاعيه، بيقف متاخر شويه يستنى، مش بيسيب لك الكوره بس هو بيسيبك تجيله نص الملعب وبيبدا يضغط عليك في نص الملعب، بيضغط بقوه. الماتش ده مش هتقدر تعتمد على التحولات الهجوميه لان منتخب السنغال ما بيلعبش لعب مفتوح. منتخب السنغال بيمتاز بالبطء نسبيا بالنسبه لمنتخب الكوت ديفوار، مش بنفس سرعه لعيبه الكوت ديفوار، ولكن اقوياء، لعيبه اقوياء بدنيا، لعيبه اقوياء في استخلاص الكوره، لعيبه اقوياء في الهجمات وبيقدروا يستخلصوا الكوره. عندهم كوليبالي ده حاجه ما شاء الله، يعني لعيب دفاعيا وبيطلع كمان في الكور الثابته. يعني كوليبالي ده يعني مش عارف كابتن حسام هيحل معاه ازاي، ايه الطريقه اللي ممكن ان احنا نغفل بيها دفاع السنغال، ايه الطريقه اللي ممكن نخترق بيها دفاع السنغال. هل هنلعب على الاطراف؟ هل هيبقى في اللعب على الاطراف ونضم لجوه؟ هل هيبقى كرات عرضيه؟ هل اللعب هيبقى من العمق؟ لسه انا عندي يقين ان شاء الله هنعدي عقبه السنغال. وحابب اقول لحضراتكم ان انا عندي اقابل نيجيريا في النهائي وما قابلش المغرب. نيجيريا هيبقى الملعب هو الفيصل، الفرقتين 11 قصاد 11 وينزلوا يدبوا في بعض واللي يكسب يكسب. لو قابلنا المغرب هيبقى اللعب بره الملعب، عشان كده ما بتمناش اقابل المغرب. فاتمنى
نعدي ماتش السنغال الاول ونفكر في النهائي. بس انا اتمنى نقابل نيجيريا ان شاء الله، نيجيريا تكسب المغرب ونتقابل في النهائي. طيب هنروح على طول ان شاء الله. النادي الاهلي رجع للتدريبات الجماعيه تاني استعدادا لمباراه يانج افريكانز يوم 23. انا كنت كلمت حضرتك امبارح وقلت لك ان الجوله القادمه في الدوري احتمال تتاجل بالكامل لما يعني موعد لاحق فتحددوا الرابطه، وقلت لك ان ممكن يكون في ال10 ايام الاخيره في الدوري قبل مباراه الحسم. الرابطه اعلنت امبارح 4 مباريات فقط اللي هيتاجلوا، الاسبوع كله هيتلعب في ميعاده و4 مباريات فقط هم اللي هيتاجلوا. يوم 9 مارس ان شاء الله الاهلي طلائع الجيش، البنك الاهلي وبيراميدز. يوم 10 مارس الجونه مع المصري. يوم 11 مارس انبي مع الزمالك وزد مع مودرن سبورت. كل بقى بقيه الانديه اللي ما فيهاش لعيبه في المنتخب سواء اساسي او احتياطي كلها هتلعب في الاسبوع عادي في ميعاده اللي هو هيبدا يوم 19. النادي الاهلي رجع للتدريبات زي ما قلت لحضرتك، رجع طبعا بن شرقي ورجع بن رمضان للتدريبات الجماعيه. خلاص الناس كلها تمام. ديانج احتمال النهارده بكره ان شاء الله يوصل مصر وان شاء الله ينضم للتدريبات. لسه بقى ان شاء الله اللعيبه هترجع بقى للمشاركه مع منتخب مصر يا يوم 18 يا يوم 19 على حسب بقى المنتخب مصر هيكسب ماتش السنغال ولا لا قدر الله هيتغلب ماتش السنغال. كسبنا ماتش السنغال المباراه النهائيه يوم 19، خسرنا لا قدر الله ماتش السنغال المباراه الثالث والرابع هتبقى يوم 18 يناير. تاني يوم على طول اللعيبه هترجع مصر هتنضم اليوم اللي بعده لان خلاص مش هيبقى في وقت، بفضل 3-4 ايام على مباراه يانج افريكانز. اللعيبه تعمل يا دوب تعمل ريكفري، مش هيلحقوا يتدربوا، يا دوب يعملوا ريكفري وان شاء الله نلعب ماتش يانج افريكانز. وفي ازمه بتهدد النادي الاهلي ان استاد القاهره مش هيكون متاح للعب يوم 23. طبعا انا مش فاهم، انا استاد القاهره ده اللي بيعطل 3 شهور في الصيف و3 شهور في الشتاء، زرع البذور الصيفيه مره وزرع البذور الشتويه مره بيتلعب عليه 6 شهور بس. مفيش استاد في العالم بيتعمل فيه الكلام ده. النادي الاهلي كان مختار الاستاد الثاني استاد السلام، طبعا تبقى كل واحد بيبقى ليه ملعبين. النادي الاهلي كان حاطط استاد القاهره الملعب رقم 1 واستاد السلام ملعب رقم 2. اتمنى ان النادي الاهلي لسه احنا قبل المباراه ب 10 ايام، لسه اكثر من 10 ايام، اتمنى النادي الاهلي يختار ملعب ثاني، يروح برج العرب يا اما استاد العاصمه يا اما التجمع الخامس، استاد 30 يونيو التجمع الخامس، ملعب اوسع شويه لان ملعب السلام صغير. اليانج افريكانز لو جه ويحاول يتكتل هينجح في ده وهيحرج النادي الاهلي. نروح على طول لصفقات النادي الاهلي. طبعا اتكلمنا امبارح في عمرو الجزار وقلنا تفاصيل الصفقه، والحمد لله كل الناس اتكلمت فيها النهارده بكل التفاصيل اللي احنا قلناها. 60 مليون جنيه لما نتكلم الكلام ده اول امبارح، 60 مليون جنيه واعاره احمد رضا. عمرو الجزار كشف طبي امبارح، خلص كل حاجه امبارح الحمد لله، اللاعب اجتاز الكشف الطبي وعمل الجلسه التصويريه في انتظار اعلان النادي الاهلي. عمر كمال عبد الواحد كنت قلت لك ان يستر متمسك بعمر كمال عبد الواحد وهيبقى البديل لمحمد هاني، وهيخش معاهم الولد ابراهيم الاسيوطي كثالث. في الاجتماع اللي كان بين مستر يستر وكابتن سيد عبد الحفيظ في حضور الاستاذ ياسين منصور، قدروا يقنعوا الراجل ان هو يستغنى عن عمر كمال، فعمر كمال هيخرج يا اما بيع نهائي يا اما اعاره. لسه الراجل قال لك خلاص مش مشكله ما عنديش مانع، طلعوه شوفوا انتوا عايزين تطلعوه ازاي. فالبديل مين بقى؟ احنا قلنا كده هيبقى عندي محمد هاني وعندي ابراهيم الاسيوطي. طب ابراهيم الاسيوطي هل هقدر اعتمد عليه بشكل كبير كبديل لمحمد هاني؟ ما عندوش خبره لسه، ما اقدرش العب بيه في افريقيا، الراجل ارميه في التهلوكه كده على طول. فالبديل هيبقى احمد عيد لاعب النادي المصري والمنضم حاليا لمنتخب مصر، وده ترشيح من كابتن سيد عبد الحفيظ. في صفقات تبادليه كتير هتتم بين الاهلي والمصري، فان شاء الله احمد عيد كمان يخش ضمن الصفقه التبادليه. لعيبه من الاهلي راحه المصري ولعيبه من المصري جايه الاهلي، فان شاء الله نخلص صفقه احمد عيد. ففرصه انك تقدر تخش تخلص مع نادي المصري في ظل العلاقات القويه جدا بين كابتن محمود الخطيب وبين مستر كامل ابو علي، تقدر تخلص احمد عيد بسرعه. طيب عندنا كمان اليو ديانج، احنا لسه قايلين من شويه ان هو هيجي النهارده بكره ان شاء الله. اول ما يرجع ويبدا يخش في التدريبات في جلسه مع كابتن سيد عبد الحفيظ
طبعا اليو ديانج بعد خروج منتخب مالي والمستوى اللي ما كانش عالي قوي اليو ديانج في البطوله، هيخلي موضوع ان العروض اللي بتجيله يعني مش هتكون قويه بنسبه كبيره، مش هيكون مرتب كبير، فتقدر تخلص اليو ديانج. فبنسبه كبيره جدا اليو ديانج باقي في النادي الاهلي. واليو ديانج انا قلت لك في فيديو من الفيديوهات ان بقاء اليو ديانج في الاهلي ضروره مش رفاهيه، حاجه ضروريه جدا مش رفاهيه بالنسبه لك، انك لازم تخلص اليو ديانج. فان شاء الله اليو ديانج بنسبه كبيره جدا هيمضي 3 سنين في النادي الاهلي، ويا سيدي اديله اللي هو عايزه او قرب من اللي هو عايزه. اليو ديانج قيمه فنيه كبيره جدا، لو مشي من عندك وحبيت تجيب لعيب تاني هتجيبه بفلوس اكتر من اللي اليو ديانج هياخدها. فايه الفكره ان انا ما اديش اليو ديانج اللي هو عايزه، ما اديش امام عاشور اللي هو عايزه، ما اديش مروان عطيه اعمله ترضيه. برضو مروان عطيه لعيب كبير جدا في نص الملعب، وبعدين شايفين تاثيره مع المنتخب عامل ازاي. فايه الفكره ان انا اللعيبه دي ما اريحهاش، هريح اللعيبه دي عشان اللعيبه دي هيجي لها عروض كتير، فلازم اريحها عشان خاطر اللعيبه عينه بتزوغ على الفلوس. فانا اقدر اخلص اللعيبه دي واقعدهم عندي وهم قاعدين وراضيين ومركزين وكل حاجه. اليو ديانج لو انا ما جددتلوش وقاعد معايا لاخر الموسم هيبقى مش مركز، مش هيديني الفول باور بتاعه، لان هيبقى خايف على نفسه يتصاب عشان العروض اللي موجوده، عشان الانديه هتتفرج عليه، فمش عايز يتصاب. فهنشوف كابتن سامح عبد الحفيظ ان شاء الله يخلص مع اليو ديانج، وان شاء الله الدنيا قريبه. صفقات الاهلي والمصري مين بقى رايح مين جاي؟ النادي الاهلي كان في الاول بيتكلم على خالد صبحي، وبعد كده دخل محمد مخلوف في السكه، ودلوقتي احمد عيد. طب مين رايح من النادي الاهلي؟ مصطفى العش وعمر الساعي. خلاص الاهلي هيسيبوا النادي المصري مجانا، وهقول لك ليه مجانا. وسيحه النادي المصري كان طالب حمزه علاء او سيحه، فالنادي الاهلي قال له خد سيحه، حمزه علاء انا هعيده افريقيا. قلت لك ان سيحه عنده مشكله بيلعب برجل واحده بس، فاتمنى ان سيحه يستغل فتره الاعاره ويبدا يطور نفسه بشكل كويس. طيب عمر الساعي احنا قلنا ببلاش ليه؟ عمر الساعي النادي المصري كان عارض 30 مليون جنيه للنادي الاهلي وياخدوا عمر الساعي نهائيا. النادي الاهلي قال للنادي المصري مش عايز فلوس، احنا هنديكوا لعيب ناخد قصاده لعيب، هنديكوا لاعب ناخد قصاده لاعب، هنديكوا لاعب ناخد قصاده لاعب. فهي الدنيا هتمشي كده بين الاهلي والمصري، مفيش فلوس، راس براس كده زي ما بنقول بالبلدي، راس في راس. فان شاء الله لعيب قصاد لعيب ونخلص، مفيش فلوس لا من هنا ولا من هنا. فان شاء الله الدنيا تخلص على خير. برضو احمد عيد هيبقى اضافه قويه جدا للنادي الاهلي، وهيبقى بديل استراتيجي كويس جدا لمحمد هاني، وتقدر تطمن لو محمد هاني توقف ماتش او اصابه لا قدر الله، تقدر تطمن ان انت عندك البديل القوي اللي مش هتتاثر الجبهه اليمنى بغيابه. في اقتراح من مساعد مستر ياستروب ان محمد طاهر يبدا يشتغل في حته الباك اليمين. طاهر قوي بدنيا، يقدر ان هو لو الماتش مخنوق فرقه بتدافع طاهر يزيد، فيقدر يعمل معايا اضافه. كابتن محمود الخطيب تواصل بالتليفون وهو في فرنسا بيتعالج، تواصل بالتليفون مع الاستاذ محمد ابو العينين عشان الولد اوتاكا. فالاستاذ محمد ابو العينين طلب طاهر او محمد عبد الله، فطبعا مستر استورو رفض طاهر وقال محمد عبد الله اوكي يطلع يمشي مش مشكله. وكان اصلا معروض على مستر يستر محمد عبد الله يخرج اعاره في داخل مصر او بيع نهائي خارج مصر، والراجل ما كانش عنده مشكله. الراجل ما عندوش مشكله محمد عبد الله يخرج، بس طاهر قاعد. انا طاهر عايزه، يعني طاهر ضروره ملحه بالنسبه للراجل. لعيب جوكر يقدر يستخدمه في الجناح اليمين، في الجناح الشمال يقدر يستخدمه كصانع لعب تحت او مركز 8. دلوقتي كمان عايز يلعبه باك يمين. محمد عبد الله طبعا كابتن سامح عبد الحفيظ ولجنه التخطيط رفضوا ان محمد عبد الله يخرج بيع، فمحمد عبد الله لو خرج يخرج اعاره، ودي حاجه كويسه جدا جدا. محمد عبد الله موهبه، انا كنت هزعل لو محمد عبد الله مشي من النادي الاهلي. فاتمنى محمد عبد الله برضه يروح ما يركنش. ما رحتش نادي صغير فخلاص فقدت الامل. ومع احترام نادي سيراميكا طبعا هو نادي اصغر من النادي الاهلي مش نادي صغير، هو اقل من النادي الاهلي في المستوى. فاتمنى ان محمد عبد الله ما يفقدش عزيمته، ما يفقدش مستواه، بل بالعكس يطور من مستواه عشان لما يرجع لي لعيب كبير قوي. فاتمنى محمد عبد الله لو خرج راح سيراميكا، اتمنى كابتن علي ماهر بيحب اللعيبه اللي زي محمد عبد الله، فاتمنى ان هو ياخد فرصته كويس مع نادي سيراميكا والولد يطور من نفسه وعلي ماهر يشتغل عليه.
اشرف داري خلاص، اشرف داري اعتبره ان خلاص اشرف داري، ما فيش اشرف داري في النادي الاهلي. اشرف داري في الجلسه اللي اتعملت معاه، اشرف داري بنسبه كبيره خلاص بره النادي الاهلي. اشرف داري محطوط 3 سيناريوهات: يا اما اعاره جوه مصر وهنساعدك في المرتب بتاعك، لو النادي مش هيديك نفس المرتب هنساعدك في المرتب بتاعك، يا اما عرض خليجي تخرج بيع او اعاره برضه او في المغرب، او فسخ تعاقد وتاخد نسبه من العقد بتاعك وانت حر يا سيدي، روح مكان ما انت عايز تروح. خلاص اعتبره اشرف داري بره النادي الاهلي. هنشوف هو هيختار انهي حل. الكوره في ملعب اشرف داري دلوقتي. سامبو سومانو، كنا امبارح برضو اتكلمنا على سامبو سومانو من ضمن ال3 مهاجمين المرشحين للنادي الاهلي. سامبو سومانو وكيله موجود في القاهره، بس موجود ليه؟ عشان ايه؟ محدش عارف. هو اتشاف في القاهره بس ليه؟ الله اعلم. اربط انت بقى الاحداث بقى، يعني الاهلي بيتكلم على سامبو سومانو والوكيل بتاعه في القاهره، فاربطها ببعضها. انما لسه ما فيش جلسه تمت. الراجل جه القاهره بس لسه ما فيش جلسه. الراجل جاي ليه؟ جاي يعمل ايه؟ الله اعلم. هنشوف، يعني كلها ساعات والدنيا هتوضح. رضوان بركان في صحف قطريه، صحيفتين قالوا ان رضوان بركان الاهلي تواصل معاه وتواصل مع نادي الوكره القطري، عشان امبارح انا غلطت قلت الاماراتي، ده كان سهل. نادي الوكره القطري، الاهلي تواصل مع نادي الوكره القطري وتواصل مع اللاعب وخلاص بيتفقوا على البنود اللي هتتحط في العقد. وفي صحفتين تانيين قالوا ان طبقا للوكيل بتاعه ان مفيش اي حاجه رسمي جت من النادي الاهلي، ولا حتى كلام مع الوكيل ولا كلام مع اللاعب، وان نادي الوكره القطري راصد 4 مليون دولار للتفريط في خدمات رضوان بركان. طيب، وفي لعيبه تحت السن احنا كنا اتكلمنا عليهم امبارح، ال3 لعيبه اللي اتكلمنا عليهم امبارح، اللي كابتن سيد عبد الحفيظ ان شاء الله هيخلص ال3. اللي كابتن سيد عبد الحفيظ متمسك بان هو يخلص ال3، 2 منهم مهاجمين و1 جناح. طبعا كنا شفنا فخوري في كاس العرب كان مكسر الدنيا مع المنتخب الاردني. في لاعب اربيل العراقي اللي هو مصطفى قبيل، ده ان شاء الله يعني مش هناخد وقت في المفاوضات فيه، لو يستر ووافق عليه مش هناخد وقت في المفاوضات فيه، لان هو كده في شرط جزاء في $400,000 في العقد بتاعه، هنديهم للنادي الاربيل العراقي وناخد الراجل على طول. طبعا رمضاوي، انا اتمنى ان رمضاوي يجي، لعيب كبير جدا واضافه كبيره جدا وخارج من اكاديميه محترمه جدا جدا، مطلعه بالبينا ومطلعه كام لاعب برده مستواهم عالي جدا. مطلوب فيه رقم كبير. في وكيل بوسني النادي الاهلي هو اللي مرشحه، خلص كل حاجه مع النادي الجزائري وخلاص، وهو وعد النادي الجزائري ان في خلال 24 ساعه 48 ساعه بالكثير هيوصل التفاصيل اللي هو اتفقوا عليها، هتوصل في عرض من النادي الاهلي، وان شاء الله تتمضي العقود، وان شاء الله نخلص بسرعه في اللاعب ويجي ينور بتيشيرت النادي الاهلي. فيستون مايلي، النادي الاهلي قعد مع اللاعب ووكيله، الاستاذ ياسين منصور هو المتولي الموضوع، وتقريبا شبه اتفقوا على بعض الحاجات الخاصه بالتعاقد. فيستون مايلي متمسك ب$3 مليون بالاضافه ل $500,000 مميزات وبونص. فهنشوف استاذ ياسين منصور لاعب منفتح جدا على لاعب النادي الاهلي، بس المشكله في الراتب. هل الاستاذ ياسين منصور هيقدر يقنع اللاعب بتخفيض الراتب ولا هو هيتحمل جزء من الراتب؟ ده اللي هنشوفه برضه. يا فيستون مايلي مش هيجي غير في الصيف، مفيش فيستون مايلي في يناير، عشان ما حدش يقول انت قلت. فيستون مايلي مش في يناير، فيستون مايلي في الصيف. فانت ممكن تمشي حالك بجراديشار وتمشي معاه لعيب فلسطيني ولعيب تحت السن مع مروان عثمان اوتاكا، والدنيا هتمشي لحد الصيف. ويجي فيستون مايلي في الصيف ان شاء الله. الشيبي، انا عندي هنا مشكله في الشيبي. الشيبي خارج عايز يمشي من بيراميدز، دي ما عنديش فيها مشكله، بس الشيبي النهارده لو مشي من بيراميدز انت هيبقى قدامك مشكله مع بيراميدز، ان بيراميدز ممكن يخش لك في احمد عيد. شيب رايح العين الاماراتي، العين الاماراتي متمسك باللاعب بعد متابعه اللاعب في الانتر كونتيننتال وبطوله دوري ابطال افريقيا وبطوله الكاس السوبر الافريقي. فالعين منفتح جدا على التعاقد مع الشيبي ومعجبين بالولد جدا. وطبعا نادي اماراتي، شركه مستثمرين اماراتيين وصاحب النادي اماراتي، فالامور هتبقى متقاربه جدا وهيخلص الشيبي في يناير. فاخشى ما اخشاه ان النادي بيراميدز يخش في احمد عيد ويناضح الاهلي في احمد عيد. فاتمنى النادي الاهلي يخلص كل حاجه سريعا مع النادي المصري في احمد عيد ونخلص عشان نادي بيراميدز ما ينطلش في الصفقه.
قبل ما نختم ان شاء الله، اتمنى حضراتكم تدعوا للكابتن محمود الخطيب، ربنا يشفيه ويعافيه ان شاء الله. رحله علاج طويله شويه في فرنسا، بس الراجل برضه متابع كل التطورات في صفقات النادي الاهلي. اتمنى الشفاء للكابتن محمود الخطيب ويرجع له بالف سلامه. اتمنى تكون الحلقه عجبت حضراتكم. ما تنساش حضرتك تشترك في القناه لو مش مشترك، فعل زر الجرس، اعمل لايك للفيديو، ويا ريت تشير عشان نوصل لكل الناس. شكرا لكم، سلام عليكم.